لله عز وجل من حيث الأوامر ومن حيث النواهي ومن حيث الحدود. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس فعله، فهو رجس المأمور به. هو التسليم والخضوع لأوامر الله. لا لأن هذه السلوك اللي شافتها في الحج، ومن ترجع عندك سلوك أخرى هي السلوك العملية. ملي كترجع باش كترجع شنو تمشي في الوسط ديالك باش تزود الدين، شنو الجديد عندك؟ ما الذي تغير عندك؟ فلا أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل عندما يذكر الله توجل قلوبنا؟ هل عندما يذكر الله نخاف؟ ما الذي يحدثه اسم الله في أعماقنا عندما نسمع كلمة الله؟ هل بك تسمع كلمة الملك، البشر، القيد، الرئيس، العامل؟ اللي يسمع غير صراخ الزيت ويحدث بداخله تنششات واضطرابات. ما الذي يحدثه اسم الله في أعماقنا عندما يذكر بين أيدينا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واحد، التوحيد. ولن تخاف الله حتى تحبه، ولن تحب الله حتى تعرفه. إذا من عرف الله أحبه، ومن أحب الله خشيه وهابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والصابرين على ما أصابهم. إذا أنت كتطوف تما فإنك تلبي لبيك اللهم لبيك، تذكر الله، تدعو الله. إذا عندما تكون في هذه الأحوال الإيمانية، ما الذي يقع بداخلك؟ ما الذي يقع بداخلك وانت كتطوف؟ والصابرين على ما أصابهم. عمر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إنك جد، إنك قوي، فلا تؤذي الناس. قوي. كي كانوا عندنا حنا في الحج دابا الطائف مشى كل شيء، والقوي ما كيدفع عليه يدفع. قال لك خصو يمشي نقيس يقبل الحجر الاسود او دير اللي يعطيك 3 الحالات بلا ما تأذي حد. قبلو مره ووضع عليه يده مره اخرى وقبل يده، ومره اخرى كان بعيد عليه هز واحد العصا وقاس العصا فوق الحجر الاسود وقبل ديك العصا، ومره اخرى اشار اليه بالبعيد